السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الريب اللي بجد صراحه كما كنعرفوا كنستهلكوا في هذا رمضان هذا. فاجيو معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. انا هنا غادي نضوب المقادير، غادي نعطيكم مقادير ديال يطرد الحليب. انا هنا استعملت دانون عادي ما فيش سكر، ماشي دالفاني هو اللي كان متوفر عندي. ماشي ضروري يكون عندكم دانون دالفاني، صدقوني، غير يكون عندك الفاني في الدار. صافي انا هنا خديت الحليب كما قلت لكم مضوب المقادير. كتاخدي كاس ديال الحليب وكاس ديال واحد دانون، يكون عادي ولا يكون مهم ما يكونش كريمي، هذا اللي مهم. المهم يكون ناتورال، الا كان ناتورال غادي تصدق معاك الوصفه. صافي وبعد ما خلطتهم هنايا خليتهم على جنب، وغادي ندوزو دابا غادي ناخذوا الحليب. انا هنا كنعبر غير باش نعرف لتر شحال فيه من كاس ديال الحليب. صافي هنا غادي ناخذوا الحليب ديالنا وغادي نردوه يغلى فوق النار. درت النص وفي الاخر زدت الحليب كامل، يعني درت 2 لتر ديال الحليب. غادي ندير غديروا 3 المعالق ديال السكر سنيده في لترو. هذا راه دانون مسوس، يعني غيجيكم المذاق هو هذاك. بالنسبه اللي ما كيبغيش الحلاوه غيجيه المذاق هو هذاك ومزيان. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يقدر يزيد يدير 4 المعالق ديال السكر. صافي هنا غادي نحرك الحليب ديالي مع، غادي نرطو فوق النار. بعد ما حركنا من طبيعه الحال مزجنا ديك السكر سنيده مع الحليب وردينا فوق النار. وهنا غادي نمزجو داك دانون والحليب اللي خليناهم على جنب، وغادي نضيف لهم هنايا واحد 3 ساشيات ديال الفاني. انا كل ساشي عندي هنا فيها 3 غرام، نتوما غادي ديروا ساشيه وحده ديال 7 غرام فاصله شي حاجه، ولا 8 غرام ماشي مشكل. ماشي بالضروري يكون عندنا كما قلت لكم دانون د الفاني، يكون عندك دانون عادي ناتورال يكون هذا راه غادي يصدق معك، غير ما يكونش كريمي. هنا بعد ما جات الغليه في الحليب ديالنا صافي غادي نطفيو عليه، غنخليوه حتى يبرد شويه، ماشي يبرد ولكن المهم يبرد شويه. صافي هنا بعد ما برد شويه غادي نحيد له ديك هذا اللي كيدير من الفوق. وهنا راه برد لنا الحليب شويه البنات، واخا تشوفوا باقي كيطلع شويه البخار راه برد. كنقلبوه بالصبع ديالنا الصغير ولا استحملنا الحراره راه عرفوا راه الحليب ديالنا هو هذاك. صافي غنضيف له العناصر الاولى اللي خلطت داك الحليب ودانون وهذا. صافي وغادي نحرك هنا مزيان، يعني راه ساهله البنات كيف جات فرمشه عين صراحه كيجي غزال. صافي هنايا كنصفيو كلشي العناصر باش ما تبقاش عندنا ديك التكتلات في الريب ديالنا. وهنا غادي ندوز نوزعو على الكؤوس كاملين. صافي وغادي غنديرو انا في الطويصه هذه ما فرشت لها حتى حاجه، حطيتهم عاديين كيف ما كتشوفوا معايا، ما كاينش شي بزاف ديال التعقيدات، ما كاين حتى شي حاجه. وكيوجد بواحد السرعه صراحه اللي غدت ليه في الصباح. انا هنا درتو مع 3 ديال الصباح، والله العظيم درتو مع 3 ديال الصباح ل 11 ديال الصباح غدت ليه لقيتو موجود. صافي هنا بعد ما درتو في الكؤوس كاملين هنا غادي ندير هاد سميتو باش مني تعرق لنا ديك الطاسه ديالنا ما يهبطش لنا داك العرق في الكؤوس. صافي على الريب ديالنا صافي غنسدها. هنا غادي نلويها في واحد المينطه هكا، وغادي نغطيه وغادي نزيد على مينطه اخرى نتقل عليه شويه. ما
كتشوفوا معايا غادي نغطيه، غادي نخليه ينعس حتى الغدا ان شاء الله. غد ليه وعاد غادي نحلوه، غادي تشوفوا معايا انا لا غد ليه انا غادي نحلو معكم هنا، غادي تشوفوا معايا. باقي ما دخلتو لا الثلاجه لا حتى شي حاجه، وراه عاقد واقف ما فيه حتى شي سميتو، كيوجد معنا بواحد السرعه وكيجي رائع. شفتوا معايا الغطاء ديال هذه كيف ديال سميتو كيفاش فيها داك العرق، داكشي علاش نغطيه شفتوا معايا ها هو. هنا راه بقى ما دخلتوش الثلاجه، عاد دابا غادي ندخلوه من بعد للثلاجه ونخليوه حتى يبرد. انا عطاني 12، يعني كل لتر كيعطيكم 6 ديال الكؤوس، وعلى حسب الكؤوس بالحق على حسب كل كاس عندكم. هنا انا راه كلاولي النصين هنا خلاولي غير سميتو غير 7، يعني كلاولي شي لاخر. صافي هنا راه بعد ما برد البنات، هنا غادي تشوفوا معايا غادي ها هو متكيه الكاس وداكشي، راه صراحه كيجي عاقد كيجي غزال. صافي هنا بعد ما وجدنا لاطلي كما كتشوفوا معايا ها هو كيجي رائع البنات. صراحه كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راه كيجي صراحه غزال بدون تعقيدات، كيجي صراحه سهل التحضير. فاللي كيشوف القناه ديالي اول مره يضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا، والسلام عليكم.